إزاي أبطل أجلد ذاتي؟ طبق مبدأ الصديق المقرب. تخيل لو أنت واحد صاحبك هو اللي كان غلطان، هتفضل تجلد فيه وتعاقبه، ولا هتبدأ تسمعه وتنصحه وتتكلم معاه بهدوء؟ اتعامل مع نفسك كأنها صديقك، اتكلم معاها، اتناقش مع نفسك، افهم انت ايه الغلط اللي انت عملته وازاي اصلحه. نمي جواك مفهوم التعاطف مع الذات. اتعامل مع نفسك كأنها صديق انت بتحاول تنصحه، ما تتعاملش معاه ان انت قاضي بيحاول يعاقبها. السؤال التاني اللي جالنا على صراحة: مش عارفة أتخطى فترة صعبة في حياتي. بص يا صديقي، هاتي ورقة وقلم وابدأي اكتبي ايه الدروس اللي أنا استفدتها من الفترة دي. اعرفي دايما إن ربنا مش بيعمل حاجة هباء. أي حاجة بتحصل للإنسان هي هتساعده إن هو يوصل للهدف بتاعه وليها درس. ابدأي اكتبي ايه اللي أنا استفدته من الفترة دي. طيب ايه اللي أنا خسرته؟ طب ازاي اتصرف بعد كده؟ ساعتها هتحولي الموضوع من إنه موقف مؤلم إلى إنه درس أنا لازم أستفيد بيه علشان أقدر أطور حياتي. حاولي دايما لما الأفكار دي تيجي في دماغك إن أنت تبدأي تكتبي، تعملي تفريغ انفعالي بالكتابة. اكتبي الموقف اللي أنت مش عارفة تتخطيه، اكتبي الأفكار اللي بتدور في دماغك، اكتبي المشاعر اللي أنت حاسة بيها. ما تقاوميش، قولي إن أنا مريت بفترة صعبة، واكتبي المشاعر اللي أنت حاسة بيها كلها، حاسة بكذا كذا كذا كذا. مع الوقت هتبدأ يبقى فيه تشافي. اعرفي دايما ان التخطي مش بيجي في يوم وليلة، التخطي بيحتاج وقت، وده اللي احنا عاوزينه. ان كل لما الوقت يمر الاحساس والمشاعر اللي تبدأ تقل، معناها ان انت ماشية على الطريق الصح. السؤال الثالث اللي جالنا: ازاي اتعامل مع شخص بيحاول يقلل مني؟ اولا لازم تفهم ان تقليله منك لا يعني اطلاقا حقيقتك. هو انسان بيكون دايما حاسس بالنقص، فبالتالي بيعمل اسقاط عليك، بيحاول يقلل منك انت علشان يشوف نجاحه في ده. فدايما خليك متيقن من جواك ان قيمتك الحقيقية بتبقى من جواك انت، مش من رأيه فيك خالص. رد الهجوم بهجوم. هو بيحاول يهاجمك لما يقلل منك، انت ببساطة اسأله: انت عايز توصل لايه باللي انت بتعمله ده؟ انت كده حولت الموضوع من ان هو بيهاجم الى ان انت بتهاجمه وهو اللي مضطر انه يدافع عن نفسه. وحاول دايما تفضل هادي لما يمارس الألعاب دي، لان هو بيكون عايزك تنفجر، وانت لو انفجرت يبقى هو كده حقق اللي هو عاوزه. دول ببساطة كانت الإجابة عن بعض الأسئلة اللي وصلتنا على صراحة. انت كمان لو عندك أي سؤال تقدر تبعته لنا على رسائل الصفحة أو عن طريق لينك صراحة اللي موجود في الصفحة. وما تنساش تعمل فولو للصفحة عشان تشوف كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وافتكر دايما إن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.